السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا بقى، احنا غلوبنا من موضوع العلف ده، فانا عملت حيلة كده كويسة. انتوا عارفين طبعا ان العلف يعني اغلبه عشان الفيتامينات والبروتين والاملاح والحاجات اللي بيحطوها دي، بس طبعا في الغالب هو البروتين. فانا عشان اوفر على نفسي شوية اتفقت مع محل سمك، اخدت منه تنظيف السمك الكيلو ب5 جنيه، التنظيف بتاع السمك. فبيبعت لي بقى بالتوصيل، اخد بقى 5 كيلو 10 كيلو اللي متوفر عنده، بيجمعهم لي مثلا اخدهم كل كام يوم. فانا عملت ايه دلوقتي؟ جبت رده. النهارده كان تاني يوم، انا صورت لكم امبارح بس الفيديو اتمسح عن غير قصدي يعني. فاجي الخلطه، الطماطم دي كانت عندي باقي من البيت حطيتها، ودي بتنجانه، وسلقت حوالي 3 كيلو. بصوا الشوك بيوجع. 3 كيلو تنظيف السمك، وانا بعمل بايدي كده، لو لقيت شوكه زي دي كده كبيره فبرميها عشان ايه ما نعمل لهمش مشاكل. يعني انا سلقاه كويس، بس الشوك ده جاي منين؟ لان احنا امبارح اكلنا سمك، فانا جايبه التنظيف بتاعنا كمان على البطن بتاعت السمك اللي انا شارياه. خلطت معاه الرده، اخلطه كويس قوي، واحط عليه شويه غله، ولو عندك شويه دشيشه خشنه حطيهم، ودي هتبقى احلى وجبه معوضه عن العلف ورخيصه وتوفر معانا في الازمه دي. يعني انت ممكن تجيبي مثلا نص كيلو السمك، تحطي عليه كيلو رده، تحطي عليه ربع غله، وتحطي عليه ربع شيشه، ودي تبقى احسن وجبه للفراخ. شوفي بقى انت الفراخ بتاعتك متعوده تاكل قد ايه كميه في اليوم، على حسب العدد اللي عندك كل ما كبرت الكميه كل ما تكبري الكيلوهات اللي انت بتستعمليها. يعني بدل ما تستعملي مثلا نص سمك استعملي كيلو سمك. انا عشان الكميه عندي كبيره، فانا مستعمله هنا حوالي 2 او 3 كيلو تنظيف سمك سلقاهم والله، وحط عليهم تقريبا 2 كيلو برضو رده، لان انا لسه ما اشتريتش شويه رده، فانا مستقليه الرده يعني. وجبت شويه غله ب10 جنيه كده على قدي، لان لسه معيش فلوس، يعني لسه ما ظبطتش حالي في الفلوس، فبدل ما اجوع الفراخ قلت لا ايه نعمل الخلطه دي. هات كده من وراك الغله يا معز، وقف وقف وهات الغله. ادي الغله، ادي الغله اهو. قلبتها بقى، هقلبها كويس. ما شاء الله انا جربتها امبارح حطيتها لهم، يعني مش قادره اقول لكم كانوا فرحانين بيها ازاي وبيجروا على الاكل ياكلوا ازاي. على فكره انا استعملتها للفراخ البلدي والفراخ البياضه. ولو انتوا فاكرين في الدورات اللي فاتت، انا في دوره من الدورات كنت بعمل الخلطه دي للفراخ التسمين. اه والله العظيم كنت بحط منها لفراخ التسمين. بس انا عشان انا اليومين دول انا بقالي حوالي شهر ونص او شهرين كده تعبانه، وحالي مش متظبط من بعد ما نقلت، فانا مش مركزه، يعني باجي الضغط واطي على طول، فانا مش مركزه ان انا اظبط الفراخ البلدي التسمين. انا جايبه دوره صغيره كده هبقى اوريها لكم. طبعا انتوا عارفين بقالي كتير ما صورتش معاكم يعني. تعالوا بقى ايه نحط الخلطه دي للفراخ واوريكم بسم الله ما شاء الله شكلهم وهم بياكلوا. دي الفراخ البياضه اللي انتوا شايفينها، دي الفراخ البياضه ما بقاش عندها شراهه زي الفراخ البلدي، بس بسم الله ما شاء الله. يعني انا من لهم امبارح ومشيت، وطبعا جيت لقيت كل حاجه متاكله، فانا بحط لهم الكميه اللي تكفيهم لان بروتين كتير ما شاء الله. تعالوا بقى للفراخ البلدي، ما شاء الله بقى هتشوفوا بياكلوا ازاي. بصوا ما شاء الله انا كده خلاص حطيت الاكل. اللهم بارك، قول اللهم بارك، ربنا يبارك ويبارك فيهم يا رب. اللهم صل على النبي. كانوا جعانين، والاكله دي ما شاء الله بتغذي يعني البروتين. انتوا عارفين البروتين بيعمل ايه؟ بيصد جامد وبيدي احساس بالشبع رهيب يعني. دي الخلطه اهو الموفره، حبيت اقول لكم عليها عشان لو حد مر بازمه زي ما انا مريت او ما مريتوش بازمه، يعني يوم يشيل يوم، مش شرط كله علف علف.
تنظيف السمك ده، وممكن عندكم يبقى ارخص من عندي. يعني انا هنا والله الراجل اول ما قال لي سبحان الله بيقول لي ب 15 جنيه، قلت له انت بتستهبل، يعني كيلو تنظيف سمك كيلو مصارين هتدهوني ب 15 جنيه ليه يعني؟ المهم من هنا لهنا قلت له خلاص انا هاخد منك الكيلو ب5 جنيه ووفر لي الكميه المتاحه عندك، وكل يومين 3 ابعت لي مندوب بيها وانا ادفع حق التوصيل مش مشكله. فبالنسبه لي كويس. يعني انا لما اكون مثلا باكل ب 200 جنيه في اليوم كتير مضلعه، والفراخ لسه ما بيضتش اصلا وانا مش ببيع منهم، فين الدخل اللي داخل لي؟ فلما اجيب لي 2 كيلو مصارين دوت اللي هو تنظيف الفراخ، يعني مش مصارين، تنظيف قصدي السمك، معلش، تنظيف السمك، واسلقه كويس والفه مع 2 كيلو علف، 2 كيلو رده مع نص مثلا دشيشه مع نص غله، اكله محترمه جدا وتكفي اليوم كله. كتيرها هتبقى بكام يعني؟ كتيرها ب50 جنيه بس مش 200 جنيه. الظروف اللي احنا فيها دي مبقتش مسامحه، وممكن نحط نص الكميه دي كمان قصاد ورقتين كرنب، شويه كوسه، شويه بتنجان متقطعين، شويه فلفل، حاجات خضار يعني. وخدوا بالكم برضو الفراخ البياضه مش عايزه، او اللي بتبيض يعني مش عايزه تسمن، يعني مش عايزينها تسمن، احنا عايزين نشبعها ونديها بروتين كويس من غير ما تعمل دهون، عشان ان شاء الله يعني تتم موضوع البيض ده بسلام، وتبدا تبيض من غير مشاكل دهنيه من جوه وانسدادات بقى في مكان البيضه. فلازم ندي جزء خضار وجزء تسمين زي اللي احنا بنديه كده البروتين. دي الفراخ البلدي. جيت لكم هنا بقى الفراخ البياضه، بسم الله ما شاء الله، هادين في نفسهم كده. طبعا انا الصبح حطيت لهم شويه علف على ما الراجل فتح، وجبت الرده والحاجات اللي انا عملت بيها الخلطه، الله المستعان. برضو دول طبعا لسه ما بضوش، لسه ما بشروش اصلا، فالموضوع واقف معايا، يعني واقف معايا خالص، مفيش اي انتاج، مفيش اي فلوس داخله، فحب يعني نوفر باي شكل. دول طبعا ما ينفعش ان انا اكلهم خضار قد كده، يعني ما ينفعش، هو لازم علف بياض، وجنب العلف بياض بقى بنعمل الخلطه اللي احنا بنعملها دي، سمك مع شويه علف ابتدى غله مع شويه دشيشه، نلم الدنيا كده عشان خاطر الدنيا تمشي معانا وربنا يبارك ان شاء الله. يلا صباح الخير ان شاء الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.